السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. شايفين البطاطس الجميلة دي اللي هنعملها النهاردة؟ عشوة تشبع وعلى قد الإيد وتأكل بالحبايب كتير وفي أسرع وقت هتعمليها وبمكونات بسيطة جدا. هنشوف مع بعض معانا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. معانا 4 بطاطسات مسلوقين ومتقشرين ومتقطعين مكعبات، ومعانا فلفل متقطع صغير، ومعانا طماطم متقطعة برضو مكعبات، ومعانا ليمونة، ومعانا زعتر وملح وفلفل وبابريكا وكركم وكمون. هنحط وتوم مفروم طبعا وفلفل حامي متقطع صغير حسب الرغبة. هنحط المادة الدهنية بتاعتنا ونسيحها كده في الطاسة، وهنحط عليها التومة وهنشوحها شوية. أكلة في الإنجاز، ولا أسرع من كده ولا أحلى من كده ولا أجمل من كده. إن شاء الله تعجبكم. والروايح بتاعتها أول ما حطيت التومة بس الريحة جميلة جدا يعني، ولسه بقى التوابل. هنحط البطاطس دلوقتي وهنقلبه شوية كده، مش هتاخد وقت خالص طبعا. وبعدين هنضيف دلوقتي الطماطم المكعبات، حوالي طماطمتين مكعبات كده، وفلفلتين برضو رومي متقطعين مكعبات، والتوابل اهي بتاعتنا اللي قلناها كلها اهي. وهنقلب الريحة بقى، عمالة الروايح جميلة جميلة عمالة تطلع ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. تنفع عشاء تنفع فطار زي ما انت تحبي. وهنضيف دلوقتي عصارة الليمونة وهنضيفها على البطاطس، وممكن تتعمل سندوتشات وممكن تتاكل كده. دلوقتي هنطفي البوتاجاز، خلاص كله تمام والاكلة بتاعتنا بقت جاهزة، وهنبتدي بقى نغرفها في السيرفيس بتاعنا. طبق التقديم اهو، شايفين الالوان بقى، الوان كذا لون كذا لون وروعة ما شاء الله ما شاء الله. وهنحط عليها الفلفل الحامي، وممكن لو عندك بقدونس برضو ترشيه معاه عليها كده. خلاص كده هنوزعه عليها، وهنضيف الخيار المخلل. طعمها تحفة تحفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء جديد.